يعني ربنا لو دار يديك يخليك في لحظة تدعوه دعاء انت ما تعرف الدعاء ده جاك من وين، وكان قال لك عيده فلا تعيده. عاصم قال فركعت وكنت أقول في سجودي، يعني ربنا لو دار يديك يخليك في لحظة تدعوه دعاء انت ما تعرف الدعاء ده جاك من وين، وكان قال لك عيده فلا تعيده. عاصم قال فركعت وكنت أقول في سجودي اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب ارزقني منك رزقا بغير أسباب. اللهم إني أسألك رزقا لا تجعل به علي في الدنيا ذلة ولا في الآخرة تبعا. قال لي داير الرزق في الدنيا ما أنزل له، لا يشاكلوني لا ينهروني لا يبجفوني في الصف ولا يهينوني، وفي الآخرة ما يكون عنده تبعات، ما تقول لي جبته من وين ولا الدخل منه. قال وفي السجدة الثانية من الركعة الثانية سمعت وقعة قرب رأسي، سمع حاجة وقعت رب جم راسه. قال كدت فزعا أن أقطع لها الصلاة، الركعتين ذا يقوم يخليه. قال فألزمت نفسي وبعد الصلاة فإذا هي حدأة، حدية هي شنو؟ حدأة، سقط منها كيس، فلما فتحت الكيس فإذا فيه دراهم ودنانير. الله بديو، انت قال الله بديو الحدية دي لو الله قال يوم القيامة جبتها وين بيقول له شنو؟ يقول له رمت لي حدية، ولا وقف في صف ولا فيز ولا هانو راس شنو؟ قال وجدت في الكيس جوهرة حمراء ملفوفة في قطنة، جوهرة حمراء ملفوفة في قطنة. قال فبعت الجوهرة بمال كثير